أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتكلم على عدوى الشعر الفطرية. هناك بعض الأمراض الفطرية التي تصيب فروة الرأس وتسبب أكثر المشاكل التي ترتبط بالشعر، كتخسيفه وتساقطه، يجعل قصيف ويتساقط، ووجود المواد الدهنية به، والقشور التي تصيبه. واش هو العلاج بالطب الأخضر؟ يجب الثوم. الثوم من أفضل مطهرات فروة الرأس من الفطريات أيا كان نوعه ومصدره، حيث يحتوي على عدة مركبات كيميائية. هاد الثوم عنده عدة مركبات كيميائية تسمى أجون ذات فعالية ضد الفطريات، عندها فعالية ضد الفطريات. يمكن نفرمو الثوم واستخدام قطعة من القماش لتصفية باش نصفيها ونضعها على فروة الرأس. كذلك كاين عرق السوس. يحتوي عرق السوس على عدة مركبات مضادة للفطريات، قد تصل إلى أكثر من 20 مركب. فيه 20 مركب لتكوين مستخلص من عرق السوس. يمكن سحق جذور العرق باش نديرو مستخلص، نسحقو جذور العرق السوس، واستخدام 10 ملاعق لكل كوب ماء. كل كوب ماء نديرو 10 ملاعق، ويغلى قدر نصف ساعة. نغلوه نصف ساعة ثم يصفى ويوضع على فروة، ما نصفوه نديرو على فروة الرأس. كذلك البابانوج هذا عشب قاتل للفطريات، هو يقتل لنا، يطهرها تطهيرا أي قاتلا للفطريات. كما أنه مضاد للعدوى البكتيرية، هو مضاد للعدوى البكتيرية التي تتكون فوق العدوى الفطرية. كاين عدوى فطرية ثم يجي فوقها العدوى الفطرية، هو يقتلهم. تكون من مضاعفتها. يستخدم البابانوج داخليا وخارجيا، قد نستخدمه داخليا، وكذلك عنده استخدامات خارجية. ويشرب المشروب العشبي الدافئ من البابانوج المحلي بعسل النحل، نديروه في ماء دافي ونزيدوه عسل النحل أو عرق السوس، ويصنع من أوراق الجاف غسول. نديرو غسول، نجيبو أوراق الجافة ونصنعو منها غسول بغلي 5 ملاعق من فنجان مع فنجان من الماء، وغسل الشعر، نغسل به الشعر صباحا ومساء. كذلك ما هي الوصفات العشبية للشعر؟ كاين واحد الوصفات باش نطول الشعر ولا ننعم الشعر ولا نقصف الشعر ولا حماية الشعر. باش نطول الشعر نطحن الترمس نقعه في ماء ارتزانا من الماء من الصباح حتى المساء، ثم نغسل به مساء، ولا يجفف الشعر، ما نجفوش حتى الصباح. نديرو في الليل وما نشوفوش حتى الصباح، ثم نغسلو بماء دافئ. كذلك يجفف ورق اليوكاليبتوس، ثم نطحنوه وينقع في الماء ارتزانا الساخن ونغسل به الشعر. ملاحظة: اليوكاليبتوس هذا هو الكافور. كذلك يمزج زيت القرنفل. نجيبو زيت القرنفل وعصير الشوشة البذرة الشامس ونمزجو بخل مجفف وندهنو به صباحا ومساء في الفروة تاع الراس، مع استخدام نزيدو معاه زيت السمسم وزيت الزيتون. كذلك نقدر نجيبو شوية زيت النخيل مع زيت الخردل بمقادير متساوية، ونوضع عليها ملعقة من القرفة وملعقة من لبان الذكر، لكل وحدة منها لتر من الزيتين، زيت القرفة واللبان الذكر. كذلك ثم نضيف إليها بعد المزج الجيد زيت الكهرمان، وهذا الزيت ونضعه في الشمس لمدة يوم كامل، ونستعمل لدهان ندهن بالشعر، فهو يطول وينعم أيضا. كذلك يضرب الجرجير بالخلاط، نديروه في الخلاط مع فصوم الثوم، نزيدو شوية فصوم الثوم وندهن به مساء، ونغسلوه في الصباح، وندلك الرأس بزيت السمسم، وتترك طول النهار لمدة أسبوع. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.